بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. كتاب المعاصر نزل لنا الدرس الأول في منهج السنة دي 2025، المنهج الجديد أو الحديث. المعاصر أو الامتحان بيسابقوا الزمن عشان خاطر ينزلوا لكم المنهج الجديد. أنا عارف، أو القائمين على كتاب المعاصر والامتحان عارفين انكم مستنيين المنهج الجديد بفارغ الصبر، والكتابين دول يستاهلوا طبعا انكم تستنوهم او تنتظروهم، لما فيهم طبعا من فوائد كتيرة جدا. انا اولادي طبعا اتربوا على المعاصر والامتحان، وانا شخصيا اتربيت على كتاب المعاصر، بس طبعا وانا صغير ما لحقتش كتاب الامتحان، ما كانش لسه نزل. المعاصر طبعا. احب اتكلم دلوقتي على الرياضيات. مليان كم كتير من المسائل اللي انت لو حلتها بالفعل خلاص انت لميت الدرس بتاعك بنسبة 100%. لازم تحل المسائل بعد كل درس في المعاصر. طالما انت حليت المسائل كلها اطمن على نفسك واعرف ان مفيش معلومة ناقصة منك. ولكن في طلبة من ولادنا شطار، انصحهم طبعا المسألة اللي هو يبص عليها وعارف انه عارفها ممكن ما يضيعش وقته فيها وينتقل للمسألة اللي بعديها، لكن اللي يشك انه ممكن يغلط فيها لا، يحاول بإيده ويحلها. ده طبعا أفضل ليه، عشان خاطر يدرب إيده على حل المسائل ويدرب عقله على التفكير طبعا. بالنسبة لكتاب الامتحان برضو فيه أسئلة كتير ورا كل درس، كتير جدا، جايب لك المعلومة بكذا طريقة. يعني المعلومة الواحدة تقريبا 6 7 أسئلة عنها، فبالتالي وجايبها لك من جميع الجهات. فبالتالي اللي مش عارف المعلومة أو اللي مش ثابتة في عقله بتثبت هذه المعلومة، مرة يجيبها لك عن طريق صح وغلط، مرة يجيبها لك عن طريق أكمل، مرة يجيبها لك النتائج المترتبة على، مرة يجيبها لك عن طريق اختيار من متعدد، مرة يجيبها لك عن طريق مسائل عددية. المعلومة لو انت حليت الأسئلة اللي ورا كل درس في كتاب الامتحان أو كتاب المعاصر بالنسبة للمسائل، انت كده لميت كل الدرس ومفيش معلومة ناقصة منك. حتى لو فيه أي معلومات سابقة انت درستها في السنوات اللي فاتت، الكتاب بيجيبها لك وبيفكرك بيها عشان خاطر تدخل الدرس بتاعك وانت مطمن وانت متحصن بكل معلومة أو كل معرفة أنت محتاجها عشان تفهم الدرس الجديد. قبل ما نبدأ مع بعض درس التناسب، نراجع على بعض المفاهيم والتفاصيل اللي انت درستها قبل كده مراجعة سريعة. هنا الكتاب بيهيئك للدرس الجديد وبيخليك مستعد وبيفكرك بالمعلومات اللي انت درستها قبل كده وممكن تكون نسيها. بيفكرك بالنسبة وبيقول لك النسبة هي إحدى طرق المقارنة ما بين كميتين من نفس النوع. فمثلا أنت لو عندك فصل فيه 15 أو فريق غنائي فيه 15 شخص، ال 15 شخص دول فيهم 7 أولاد والباقي بنات، يعني عندنا 8 بنات. فبيقول لك عاوزين نكتب النسبة ما بين الأولاد والعدد الكلي للفريق. يبقى أكيد النسبة ما بين عدد الأولاد والعدد الكلي للفريق 7 إلى 15. لو عاوزين نكتب النسبة ما بين عدد البنات وعدد الأولاد، يبقى عدد البنات 8 إلى عدد الأولاد 7، وبالتالي النسبة بينهم 8 إلى 7، أو ممكن تكتبها في صورة بسط ومقام 8 على 7. أو ممكن تكتب النسبة ما بين العدد الكلي بقى للفريق وعدد البنات وتقول 15 إلى 8 أو 15 على 8. بيفكرك بالنسب المتكافئة أو تقدر تقول النسب المتساوية. مثلا النسبة 16
إلى 24. عاوز أجيب نسبة متساوية ليها أو مكافأة ليها، وبالتالي هو ضرب هنا حدي النسبة، الحد الأول 16 والحد التاني 24 في 2، ولو ضرب الحدين برضو في 3 هتطلع لك نسبة مساوية لهذه النسبة. ولو قسم حدي هذه النسبة هنا زي ما قسم هنا على 8 برضو هتطلع لك نسبة متساوية أو نسبة مكافأة للنسبة 16 إلى 24. يعني نقدر نقول النسبة 32 على 48 مكافأة لل 16 على 24، والنسبة 2 على 3 مكافأة لل 32 على 48 ومكافأة لل 16 على 24. يعني الثلاث نسب دول ثلاث نسب متكافئة. طالما انت ضربت حدي النسبة في عدد او قسمت حدي النسبة في عدد، النسبة لا تتغير، بتفضل صحيحة وبتفضل هي ولا يحدث فيها اي تغيير. هنا جايب لك سؤال بيقول لك لو كان 6 على اكس بيساوي 3 على 4، عاوز يجيب قيمة اكس. دول نسبتين متكافئتين، يعني الاتنين زي بعض بالظبط، وبالتالي عاوز اجيب قيمة اكس. طيب اشوف قيمة اكس، اكيد هو ضرب هنا او قسم البسط والمقام او حدي النسبة على عدد واحد. طيب نشوف الستة بقت كام. الستة بقت 3، من المؤكد ان هو قسم الستة على 2 عشان تبقى 3، وبالتالي لازم يقسم الاكس دي على 2 عشان تبقى 4. ايه هو العدد اللي انا اقسمه على 2 عشان يبقى 4؟ من المؤكد ان هو العدد 8. يعني اكس دي ب8. او ممكن اجيبها بقى ان انا من الناحية التانية زي ما الكتاب هو حللها لك هنا، ضرب التلاتة دي في كام او قسمها على كام عشان تبقى 6؟ من المؤكد ان هو ضربها في 2. يبقى انا لازم اضرب الاربعة دي في 2 عشان اجيب قيمة الحد التاني من النسبة هنا. وبالتالي ايه العدد اللي انا لو ضربت الاتنين في 4 يبقى هذا العدد او ينتج لي هذا العدد؟ اكيد التمانية، الاتنين في 4 ب8، فبالتالي اكس دي ب8. وازاي نكتب النسبة في ابسط صورة؟ زي المعلومات اللي احنا خدناها في المثال ده. لو ضربت النسبة، لو قسمت حدي النسبة على عدد واحد، النسبة بتفضل صحيحة وثابتة. يعني هنا ال 16 على ال 24. انا عاوز اخليها في ابسط صورة. هو هنا قسمها على اكبر عدد حدي النسبة يقبلوا القسم عليه. قسمها على المعامل، على العامل المشترك الأكبر. العامل المشترك الأكبر. في ناس منكم بيغلطوا بينه وبين المعامل المشترك الأصغر اللي هو ميم ألف. أنا بتكلم على العامل المشترك الأكبر أو الأعلى، اللي هو أكبر عدد العددين دول 16 و 24 يقبلوا القسم عليه، عشان ما اقدرش مش كل شويه بقى اقسم. فانا اكبر عدد الاثنين دول يقبلوا القسم عليه هو ال8. يبقى 16 على 8 فيها الاثنين، وال 24 على 8 فيها الثلاثه. يبقى انا النسبه دي 2 على 3 مكافاه للنسبه 16 على 24، ويبقى انا جبت النسبة دي في أبسط صورة اللي هي الاتنين على التلاتة. لكن أنا لو قسمت على الاتنين هيطلع لي 8 على 12، ولو قسمت تاني على الاتنين هيطلع لي 4 على 6، واقعد اقسم كل شوية لغاية ما اوصل برضو للاتنين على التلاتة. انا بريح نفسي واقسم حدي النسبة على العامل المشترك الأكبر اللي هو أكبر عدد ال 16 وال 24 يقبلوا القسم عليه اللي هو ال8. زي هنا بيقول لك اكتب في أبسط صورة 30 إلى 20. طبعا أكبر عدد احنا قلنا العامل المشترك الأعلى أو الأكبر لل20 لل30 وال20 أكيد هو ال10. فبالتالي هنقسم حدي النسبة
على 10 هتبقى 30 على 10 فيها التلاتة، و20 على 10 فيها الاتنين. يبقى أنا كده جبت النسبة 30 إلى 20 في أبسط صورة اللي هي 3 إلى 2. هنا قال لك بقى تمشي عشان ت... تجيب النسبة دي في أبسط صورة، تمشي بقى واحدة واحدة، تقسم على 2 وبعدين على 5. طبعا هنا هتاخد خطوات كتير، لكن عاوز تستريح اقسم على العامل المشترك الأكبر من الأول واخلص من الموضوع ده. أما بالنسبة للمعدل فهو نسبة تقارن ما بين كميتين مختلفتين في وحدات القياس. تعرفين إن النسبة هي مقارنة بين كميتين ليهم نفس وحدة القياس. أما المعدل كميتين مختلفتين في وحدة القياس. لو عندك سيارة مشيت 180 كيلو متر في 3 ساعات، طبعا الكيلو متر وحدة قياس غير الساعات، ده وحدة قياس طول أو مسافة وده زمن. طبعا الكميتين مختلفتين كوحدة قياس، يبقى المعدل ما بينهم 180 على ال8 ساعات، ده نسبة ما بين كميتين مختلفتين في وحدة القياس. معدل الوحدة بقى هو أنا بخلي الحد التاني من النسبة بيساوي الوحدة، يعني ال3 ساعات دول بيساووا 1 ساعة، وعشان كده قسمت ال3 على ال3 عشان اخليها 1، وبالتالي انا مضطر ان انا اقسم الحد الاول من نسبة على ال3، يبقى اقسم ال180 على ال3 بقت 60، وبالتالي معدل الوحدة عندي 60 كيلو متر في الساعة. يعني السيارة دي بتسير بمعدل 60 كيلو متر في الساعة، يعني سرعة هذه السيارة 60 كيلو متر في الساعة. يبقى عشان أعمل معدل الوحدة أخلي الحد التاني من النسبة بيساوي الوحدة، يعني بيساوي الواحد، وبالتالي ال3 ساعات دي هتبقى ساعة، هتبقى 1، وعشان أخليها 1 لازم أقسمها على ال3، يبقى أنا مضطر أقسم الحد الأول من النسبة كام على ال3 برضه عشان تفضل النسبة صحيحة زي ما قلت لكم. طالما قسمت أي حد من حدود النسبة على عدد أقسم الحد التاني على نفس العدد، أو ضربت أي حد من حدود النسبة على عدد لازم مضطر أقسم الحد الآخر على أو أضرب الحد الآخر في نفس العدد. هو عاوز بيقول لك هل أنت مستعد؟ يعني عاوزك تحل الأسئلة دي. اكتب كل من النسب الآتية في أبسط صورة. 48 إلى 16 عشان نعملها في أبسط صورة لازم نقسم حدي النسبة ال 48 وال 16 على نفس العدد أو على عامل المشترك الأعلى، أكبر عدد الاتنين دول يقبلوا القسم عليه، وبالتالي الاتنين طبعا يقبلوا القسم على الاتنين، بس الاتنين مش أكبر عدد الاتنين دول يقبلوا القسم عليه، والاتنين يقبلوا القسم على الأربعة، والاتنين يقبلوا القسم على التمانية. بس ألاحظ الاتنين يقبلوا القسمة على ال16، لأن ال48 على ال16 فيها ال3، فأنا لو قسمت حدي هذه النسبة على ال3 هيطلع لي 48 على ال16 فيها ال3 إلى و16 على 16 فيها الواحد، يبقى النسبة 48 على 16 بتساوي 3 إلى 1، يعني 3 على 1. فبالتالي هي دي 3 على 1 النسبة 48 إلى 16 في أبسط صورة 3 إلى 1. كذلك هنا 14 إلى 35 عشان ما تتلخبطش، يعني 14 إلى 35 ده قصده يعني النسبة قصدها كده أو قصده في السؤال كده. فلازم تقسم حدي النسبة على أكبر عدد الاتنين دول يقبلوا القسم عليه، اللي هو العامل المشترك الأكبر أو الأعلى. أكبر عدد نلاحظ يعني بعد شوية تفكير صغيرين هتلاقي ال7. 14 هيقبل
على السبعة فيها الاتنين، وال35 على السبعة فيها الخمسة. فالنسبة 14 إلى 35 بقت 2 إلى كام؟ إلى 5. النسبة 84 على 40 بتساوي، هنقسم الطرفين على العامل المشترك الأكبر. ولو أنت مش عارف العامل المشترك الأكبر امشي واحدة واحدة، بس يا ريت تكبر العدد بقدر الإمكان. يعني أنا ملاحظ إن 84 ده آخره عدد 4، يبقى أكيد هيقبل القسمة على 4، وال40 برضو أكيد هيقبل القسمة على 4. يبقى أقسم حدي النسبة على 4 أو بسط مقام على 4، يبقى 84 على 4 فيها 21، و40 على 4 فيها 10. أعتقد دي النسبتين دول كده، أو الحدين دول في أبسط صورة، ما ينفعش أقدر أبسطهم أكتر من كده. هنا 50 إلى 75، طبعا هنا في صفر وهنا في 5، هيقبلوا القسمة على 5 بسهولة. بس ألاحظ أنا لو قسمت على 25 يبقى أنا بقسم على العامل المشترك الأكبر على طول. ف50 على 25 فيها الاتنين، إلى 75 على 25 فيها التلاتة، وتبقى 50 إلى 75 هي الاتنين إلى التلاتة. المسألة التانية بيقول لك في أحد التدريبات سجل أحمد 8 أهداف من 10 محاولات. يعني الواد أحمد شاط 10 شوطات، جاب منهم 8 أهداف. الواد ده بان عليه واد يعني حريف. بينما سجل أكرم 3 أهداف من 5 محاولات، فهل النسبتان متكافئتان؟ طيب نشوف أحمد. معدل أحمد لتسجيل الأهداف 8 على 10، 8 أهداف من 10 محاولات. أكرم معدله لتسجيل الأهداف 3 على 5. النسبتين دول 8 على 10 و3 على 5، أو خلينا نكتبهم كده 3 على 5 متكافئتان. قال لك فهل النسبتان متكافئتان؟ نشوف. هنا أحمد معدله تسجيل الأهداف 8 على 10، وهنا 3 على 5. طيب نحاول عشان نخلي ال5 دي 10 نضربها في 2 عشان نشوف النسبتين متساويتان ولا لا. فال5 ديت هتساوي 10 ضربنا في 2. طيب لازم نضرب الحد الأول للنسبة، يبقى ال3 في 2 بكام؟ ب6. يبقى معدل أكرم لتسجيل الأهداف 6 على 10، ومعدل أحمد لتسجيل الأهداف 8 على 10. يبقى النسبتان، يبقى 8 على 10 لا تكافئ 6 طبعا على 10. يبقى النسبتان ليستا ليستا متكافئتان. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اختر جميع النسب المكافئة للنسبة 18 إلى 8. احنا ممكن نبسط النسبة دي أو نخليها زي كده. نبسطها، نخليها طبعا هنقسم حدي النسبة على عدد، يبقى هنقسمها طبعا على العامل المشترك الأكبر، تبقى 2، تبقى 9 بقى. 18 على 2 فيها 9 إلى 18 على 2 فيها 9، 8 على 2 فيها 4، تبقى 9 إلى 4. يبقى 18 إلى 8 هي أو النسبة المكافئة لها 9 إلى 4. هي النسبة الأولى اللي احنا عاوزين نشوفها مكافئة للنسبة دي ولا لأ. 4 إلى 2، هنا النسبة دي 4 إلى 2، يعني الأربعة ضعف الاتنين.
هل التسعة هنا ضعف الأربعة؟ لأ، يبقى النسبة دي لا تكافئ النسبة 18 إلى 8. هنا 4/9. هل الأربعة على التسعة بتساوي 18 إلى 8 بتساوي 9/4؟ لا طبعا. طيب هنا 54 إلى 24. نقسم طبعا على العامل المشترك الأعلى. على التسعة فيها على 54 على الستة فيها التسعة، وهنا 24 على الستة فيها الأربعة. يبقى فعلا 54 إلى 24 هي 18 إلى 8، وطبعا هي 9 إلى 4. يبقى النسبة دي مكافئة للنسبة 18 إلى 8. 16 إلى 36. لا، من الواضح هنا الحد الأول أقل من الحد الثاني. طبعا دي برضو على طول لا تكافئ النسبة دي. هنا 18 طبعا أكبر من 8، والتسعة أكبر من 8. هنا 16 أقل من 36. هنا 90 إلى 40. نقسم حدي النسبة على العامل المشترك الأعلى، نخليه أو نجرب على 10. يبقى 9 على 4 العامل المشترك الأعلى، يبقى فعلا 90 إلى 40 على 40 هي 18 إلى 8 هي 9 إلى 4. يبقى النسبة دي هي اللي معانا تكافئ النسبة 18 إلى 8. 72 إلى 32. نجرب على 8 طبعا فيها 9، أو 32 هنا على 8 خليها فيها فيها 4، إلى 72 على 8 فيها 9. وبالتالي النسبة دي لا تكافئ النسبة 9 إلى 4. دي 4 إلى 9، 4 إلى 9، ولا تكافئ 9 إلى 4. يبقى دي غلط، هي الأخرى. يبقى احنا عندنا نسبتين، النسبة 90 على 40، والنسبة 54 إلى 24. هنا بيقول لك اختر الإجابة طبعا من بين الأربع إجابات دول. بيقول لك إذا كان 3 أو إذا كان إكس على 28 بيساوي 3 على 4، فما قيمة إكس؟ من الواضح إن الأربعة النسبتين طبعا دول متساويتين أو متكافئتين. الأربعة بقت 28، يعني ضربناها في 7. يبقى التلاتة لازم نضربها في 7 هي الأخرى. لما تضرب التلاتة في 7 هتبقى إكس دي ب21. وبالتالي الإجابة الصحيحة الإجابة دي. هنا بيقول لك اختر إذا كانت النسبة بين عدد الأولاد وعدد البنات 3 إلى 5، فما النسبة بين عدد البنات والعدد الكلي؟ يعني نسبة الأولاد 3 ونسبة البنات 5، يبقى مجموع الأجزاء كام؟ 8. يبقى النسبة ما بين عدد البنات والعدد الكلي طبعا 5 إلى 8. هنا 3 إلى 5، 5 إلى 3، 3 إلى 8، 5 إلى 8 هي الإجابة الصحيحة. ونسبة الأولاد إلى العدد الكلي طبعا 3 إلى 8 برضه. اكتب المعدل التالي في صورة معدل وحدة قراءة 45 صفحة في 3 ساعات. يبقى قراءة 45 صفحة على 3 ساعات. عشان نعمله معدل وحدة يبقى نخلي المقام بيساوي الوحدة. هنخلي المقام بيساوي كام؟ الواحد. يعني نقسم 3 دي على 3، يبقى 1 ساعة. وبالتالي هنقسم الحد الأول للنسبة على 3، يبقى 45 على 3 فيها 15
أو نخليها بقى قراءة 15 صفحة. وبالتالي هو ده معدل الوحدة. يعني الأخ اللي بيقرأ 45 صفحة في 3 ساعات هو بيقرأ 15 صفحة في 1 ساعة. وصلنا للدرس الأول، التناسب. مفهوم التناسب هو تساوي نسبتين أو معدلين على الأقل، أو تساوي نسبتين أو معدلين أو أكثر. يعني لو عندك نسبتين متساويتين، طبعا النص هو أو هي النسبة 4/8، أو 1/2 هي 4/8. يبقى لو عندي نسبتين زي النص، النسبة نص تساوي النسبة 4/8، دول تساوي نسبتين. بقدر أقول إن الكميات 1 و2، الحد الأول في النسبة الأولى، والحد التاني في النسبة التانية، والحد الأول في النسبة التانية 4 و8. دول كميات متناسبة. الحد الأول في النسبة الأولى 1، الحد التاني في النسبة الأولى 2، والحد الأول في النسبة التانية 4، والحد التاني في النسبة التانية 8. دول كميات في بينهم تناسب أو كميات متناسبة. كذلك لو عندي كيكاية صغيرة بتاخد 4 بيضات وكوباية دقيق واحدة، يبقى أكيد لما أعمل كيكاية كبيرة هتاخد 8 بيضات، اللي هي ضعف في الحجم، يعني هتاخد 8 بيضات و2 كوب دقيق. يبقى أنا عندي هنا الكميات 4 و1 و8 و2، دول كميات متناسبة، والمعدلين طبعا متساويين. وطبعا الكميات ديت المكونة للنسبتين دول كميات متناسبة. وبصفة عامة أنا لو عندي 4 كميات A و B و C و D، ال4 كميات دول متناسبة، يبقى على طول A على B بيساوي بنفس الترتيب كده بيساوي C على D. ولو عندي نسبتين متساويتين A على B بيساوي C على D، دول نسبتين متساويتين، يبقى الكميات ديت ال A وال B وال C وال D كميات متناسبة. يبقى ال A وال B وال C وال D دول كميات متناسبة. أهم خاصية من خواص التناسب لما قلت لك إن A على B بيساوي C على D، دول نسبتين متساويتين، يعني A و B و C و D كميات متناسبة. يعني هنا في تناسب ما بين هذه الكميات، وهنا النسبتين متساويتين، يعني عندي تناسب. الايه ده او الايه والدي بسميه الطرفين، طرفي التناسب. والبي والسي بسميهم الوسطين، وسطي التناسب. يبقى الاي والدي بسميهم طرفي التناسب، والبي والسي بسميهم الوسطين. قال لك طالما انا عندي نسبتين بالشكل ده متساويين وفي تناسب ما بين هذه الكميات، يبقى حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى لو ضربت A في D هيساوي السي في البي. دي اهم خاصية من خواص التناسب اللي عندي. افكرك بمثال رقمي. انا لو عندي نص هيساوي مثلا 4/8، المثال اللي انا قايله لك دلوقتي.
دول نسبتين متساويتين، وعندك 1 و2 و4 و8 دول كميات متناسبة. يبقى الطرفين اللي هو ال1 وال8 والوسطين اللي هم 4 وال2، المفروض حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني ال1 في ال8 المفروض يساوي ال4 في ال2، وبالتالي حاصل ضربهم الاتنين بيساوي 8. يبقى أنا عندي كده دي أهم خاصية من خواص التناسب، ودي الخاصية دي بيسميها المنهج خاصية الضرب التبادلي، يعني حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. النسبتين هنا بيساووا بعض، يبقى أضرب ال A في ال D هيديني على طول ال C في ال B. ولو عندي نسبتين متساويتين اللي هم 3 3 على 4 بيساوي 6 على 8، انت لو ضربت اكيد ال3 في ال8 هتساوي طبعا 24، هي ال6 في ال4 برضو هتساوي ال4 وال20. والعكس صحيح، انت لو عندك معادلة كده طرفاها، كل طرف من طرفي المعادلة الشمال واليمين بيساوي حاصل ضرب كميتين او حاصل ضرب عددين، انت لو قسمت ال A على ال B هتلاقي ده بيساوي، يعني انت لو قسمت هنا ال A على ال B هنا هتلاقي ده بيساوي ناتج القسمة بتاع ال C على ال D. يعني سواء الكميات متناسبة يبقى أكيد حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. ولو عندك حاصل ضرب الطرفين أو عندك كميتين حاصل ضربهم بيساوي حاصل ضرب كميتين تانيين، يبقى هذه الكميات في بينهم أو كميات متناسبة، يبقى ال A على ال B بيساوي ال A على ال B بيساوي ال C على ال D. بيقول لك هنا في مثال: حدد أي من أزواج النسب التالية يمثل تناسبا. طيب ال3 على ال8 أعتقد دي نسبة لا تساوي النسبة 6 على 10. ليه؟ ال3 هنا ضربها في 2 وخلاها 6، أوكي، يبقى أنا لازم أضرب ال8 هي كمان في 2 عشان تبقى 10، وطبعا ده مستحيل، يبقى النسبتين دول غير متكافئتين، يبقى لا يمثلوا تناسبا، مفيش بينهم تناسب. او بطريقة تانية اللي هي طريقة الكتاب اللي حلها لك، قال لك لو انا ضربت حاصل ضرب الطرفين، يعني لو ضربت ال3 في ال10، ال3 في ال10 ولقيته بيساوي حاصل ضرب الطرفين الوسطين اللي هو ال6 في ال8، يبقى فعلا في تناسب عندي. وهنا ال3 في 10 ب30 وال6 في 8 ب48، يبقى هنا حاصل ضرب الطرفين لا يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى الكميات 3 و8 و6 و10 ليس بينها تناسب أو غير متناسبة، يبقى زوج هذه يبقى النسبتين دول لا يمثلوا تناسبا. النسبتين التانيين ال12 على ال15 وال8 على ال10. طيب أبص عندي بالنظر كده لازم احل المسألة وهي طايرة، او الفكرة لازم تجيلي بالعقل كده على طول. ال8 عشان تبقى 12 دول نسبتين، المفروض عاوز اعرف بينهم تناسب ولا لا. لو كانوا متكافئتين او متساويتين اكيد هيكون بينهم تناسب. ال8 دي عشان تبقى ال12 هضربها في ايه؟ اكيد هضربها في 1.5. وال10 عشان تبقى 15 اكيد هضربها في 1.5.
يبقى فعلا النسبتين دول متكافئتين، يبقى الكميات 12 و15 و8 و10 دي كميات متناسبة، والنسبتين دول يمثلوا تناسبا. او اقول حاصل ضرب الطرفين لو سوى حاصل ضرب الوسطين، يبقى فعلا دول النسبتين دول يمثلوا تناسب. طب حاصل ضرب الطرفين بيساوي ايه؟ 12 في 10 بيساوي 120. حاصل ضرب الوسطين 8 في 15 بيساوي كام؟ 120 برضو. يبقى اذا 12 في 10 بيساوي 8 في 15. يبقى النسبتين 12 على 15 و8 على 10 بنفس الترتيب كده متساويتين. 12 على 15 بتساوي 8 على 10، وهما طبعا في بينهم تناسب لأن الكميات 12 و15 و8 و10 كميات متناسبة بنفس الترتيب. 12 و15 و8 و10 دول كميات متناسبة بنفس الترتيب. ال 12 وال 10 هم الطرفين، وال 15 وال 8 هم الوسطين. يعني عشان اثبت ان النسبتين دول يمثلوا تناسب قدامي طريقين. الطريق الاول ان انا اقول او اثبت ان النسبتين دول متكافئتين او متساويتين، ان 6 على 10 بتساوي 3 على 8، او 3 على 8 بتساوي 6 على 10. او اقول او اثبت ان حاصل ضرب الطرفين 6 في 8 بيساوي 3 في 10. وطبعا هنا 6 في 8 ب 40، وال3 في 10 ب 30. طبعا 6 في 8 ب 48، وال3 في 10 ب 30. طبعا النسبتين دول لا يمثلوا تناسب. وكذلك النسبتين دول طبعا قدامي طريقين برضو، يا اما اثبت النسبتين متكافئتين، وطبعا قدامي ان ال 12 على 15 بتساوي 8 على 10. ليه؟ لان الثمانية لو ضربت طرفاها الحد الاول والحد الثاني في 1.5 هتديني النسبة التانية. التمانية في 1.5 ب12، والعشرة في 1.5 ب15. وبالتالي النسبتين دول متكافئتين ومتساويتين، يبقى هما يمثلوا تناسبا. او حاصل ضرب، او اثبت الطريقه الثانيه بقى، اثبت ان حاصل ضرب الطرفين ال 12 في 10 الاقيه بيساوي ال 8 في 15. يبقى حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى النسبتين دول يمثلوا تناسبا. يبقى الكميات 12 و15 والثمانية والعشرة، ال 12 وال15 والثمانية والعشرة دول كميات متناسبة. المثال اللي بعد كده بيقول لك حل كل من التناسبات الآتية. يعني تجيب قيمة المجهول في كل تناسب، اللي هو اكس هنا واكس هنا واكس هنا واكس هنا. ناخد المثال ده ونحله على جنب. يبقى المسألة رقم 1 دي بيقول لك 4 على 12 بيساوي 20 على اكس. برضو انا قدامي طريقتين في هذا الحل. طبعا النسبتين دول متكافئتين او متساويتين. الاربعة عشان تبقى 20 لازم اضربها في 5، وبالتالي ال 12 عشان تبقى اكس لازم اضربها برضو في 5. يبقى الاكس بتساوي 12 في 5. اكس بتساوي 12 في 5 يعني بتساوي 60. او اخد طريق تاني اقول طالما النسبتين دول متساويتين يبقى حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني 4 في اكس
دي في ودي اكس بتساوي 20 في 12. يعني اكس اللي عندنا دي هتساوي 12 في 20 على الأربعة. اكس بتساوي 12 في 20 على الأربعة. يعني اكس ديت هتضرب الكميتين اللي هي فوقيها والتانية دي، وهتقسم على الأربعة اللي هي المفروض تنضرب فيها هنا. يعني هنقسم الكمية، حاصل ضرب الكميتين دول مع على الكمية اللي هي مضروبة فيها. يعني اكس بتساوي 20 في 12 على الأربعة. وعشان أثبت لك الموضوع ده، عندك مثلا التلاتة في 8 بيساوي الأربعة في الستة. التمانية بتساوي الأربعة في ستة على التلاتة، والتلاتة بتساوي الأربعة في ستة على التمانية. يعني التلاتة بتساوي الأربعة في ستة على التمانية. الأربعة في ستة ب24 على التمانية فيها التلاتة، والتمانية بتساوي الأربعة في ستة على التلاتة. الأربعة في ستة ب24 على التلاتة بتساوي 8. وأي معادلة مثلا من مجهول واحد، مثلا 2 اكس بتساوي او 2 واي بقى خليها، بتساوي مثلا 36. واي هنا بتساوي ناتج قسمة 36 على الاتنين. يعني واي هنا بتساوي 36 على الاتنين. ده عشان اقرب لكم الصورة للي مش قادر يستوعب ان اكس دي بتساوي 20 في 12 على الأربعة. يعني حتى الأربعة على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها التلاتة، يبقى إكس بتساوي 60 زي ما طلعناها في أول مرة. المسألة رقم 2. 4 على 7 بتساوي إكس على 35. زي ما قلت لك إكس بتساوي إيه؟ 4 في 35 على 7. إكس بتساوي 4 في 35 على السبعة. على السبعة فالواحد، على السبعة فالخمسة، يبقى إكس بتساوي 4 في 5 ب20. لو احنا حلناها بقى بموضوع تساوي النسب، السبعة دي عشان تبقى 35 ضربناها في 5، يبقى الأربعة لازم نضربها هي الأخرى في 5 عشان تبقى الإكس. يبقى الإكس بتساوي كام؟ 20. المسألة رقم 3. عندنا المجهول هنا إكس. طبعا إكس مطروح منها عدد. ممكن بعضكم يتخض. لا، ما تخضش ولا حاجة. احنا بنضرب المقدار ده كله في 12 هيساوي حاصل ضرب الطرفين اللي هو 3 و8. يعني اكس ناقص 3 في 12 بيساوي 3 في 8. يعني اكس ناقص 3 ده بيساوي 3 في 8 على 12. زي ما قلنا هنا بالظبط، اكس بتساوي 20 في 12 على الأربعة. يبقى إذا اكس ناقص 3 بتساوي إيه؟ 3 في 8 على 12. 3 في 8 على ال 12. بتساوي، خلي ال 12 دي على التلاتة فيها الأربعة، وعلى التلاتة فيها الواحد، وعلى الأربعة فيها الواحد، وعلى الأربعة فيها الاتنين. يعني إذا إكس ناقص 3 بتساوي 2. هات السالب 3 دي الناحية التانية بموجب 3.
او خلينا اقول لك اللي برضو مش فاكر. هنضيف دي معادلة عندي، طرف شمال بيساوي طرف يمين، هنضيف للطرفين موجب 3 عشان نتخلص من السالب 3 دي. يبقى اكس ناقص 3 زائد 3 بيساوي 2 زائد 3. دول مع بعض كده مجموعهم بيساوي صفر. يعني اذا اكس بتساوي كام؟ 2 زائد 3، يعني اكس بتساوي الخمسة. المسألة رقم 4. 40 على 2 اكس بيساوي 5 على 7. يبقى 2 اكس دي بيساوي كام؟ حاصل ضرب ال 40 في السبعة على الخمسة. الاتنين اكس بتساوي 40 في السبعة على الخمسة، يعني بتساوي الخمسة على الخمسة فيها الواحد، والأربعين على الخمسة فيها التمانية. يبقى 2 اكس بتساوي 8 في 7 بكام؟ ب56. اكس مضروبة في رقم بيساوي رقم، يبقى اكس بتساوي 56 على الاتنين. او برضو افهمكم حل المعادلات. احنا قلنا من شوية، انا لو قلت لك مثلا 24 او 3 في 8 بتساوي 4 في 6. التمانية الأربعة في 6 على 3، أو خليها 24. التمانية بتساوي 24 على 3، والتلاتة بيساوي 24 على 8. يعني الإكس بيساوي 56 على الاتنين. يعني إذا إكس بتساوي 56 على الاتنين، يعني 56 على الاتنين فيها الكام؟ فيها التمانية وعشرين. بعد كده وصلنا لتطبيقات حياتية على التناسب. بيقول لك تستهلك سيارة 3 لترات من البنزين لقطع 33 كيلو متر، فكم لترا تحتاجها من البنزين لقطع مسافة 121 كيلو متر إذا صارت بنفس المعدل، يعني معدل استهلاك البنزين. السيارة دي هتستهلك 3 لترات لكل 33 كيلو متر، وبالتالي هتستهلك كام لتر بقى عشان تقطع مسافة 121؟ يبقى هتستهلك عدد لترات اكس عشان تقطع مسافة 121. قال لك إذا صارت بنفس المعدل. يبقى المعدلين دول متساويين يا أستاذ. وطبعا وعرفنا إزاي تتساوى نسبتان، وإزاي تتساوى أو يتساوى معدلان، وفيه تناسب طبعا ما بين النسبتين دول أو ما بين الكميات اللي قدامك. يبقى 3 على 33 بيساوي اكس على 121. يبقى اكس على طول بتساوي 3 في 121 على 33. يبقى اذا اكس بتساوي 3 في 121 على 33، يعني هتساوي، خلينا نختصر 33 على التلاتة فيها ال11، وعلى التلاتة فيها الواحد، على ال11 فيها الواحد، وعلى ال11 فيها ال11. يبقى اكس هتساوي ال11 11 لتر، او تكتبها كده 11 لتر. بعد كده وصلنا للتمثيل البياني للتناسب، وهشرح لكم موضوع التمثيل البياني للتناسب في صورة مثال، اللي هو المثال 4 اللي قدامنا. الجدولان التاليان يوضحان المسافة بالكيلومتر التي تقطعها سيارة. مثل بيانيا العلاقة بين المسافة والزمن، ثم حدد ما إذا كانت المسافة بالكيلومتر متناسبة مع الزمن بالساعة.
ادي المستوى الاحداثي المتعامد بتاعي، امثل على المحور الافقي الزمن بالساعات، الساعة، وعلى المحور الرأسي المسافة بالكيلومتر، وهنا المسافة كيلو متر. وهقسم المحور الأفقي بتاعي، دي النقطة واو نقطة الأصل، هقسمه طبعا تقسيمات متساوية. هنا مثلا 1، يبقى هنا 2، يبقى هنا 3، يبقى هنا 4، يبقى هنا 5 مثلا. هقسم المحور الرأسي برضو مسافات متساوية كده، 40 كيلو متر هنا، بعديها 80، بعديها 120، 160، كل مرة بزود 40، 200، 240، 280. الراجل بعد الساعة الأولى مشي 70 كيلو، فين ال70؟ خليها تقريبا هنا. بعد ساعتين مشي 140 كيلو، 160، 120، يعني تقريبا في نص المسافة ما بين ال120 وال160. 3 ساعات مشي 210، ادي ال200 يعني تقريبا هنا. 4 ساعات مشي 280. طبعا الراجل مشي 70 كيلو بعد ساعة، بعد ساعتين مشي 140، يبقى الراجل بيمشي مسافات متساوية في أزمنة متساوية. وطبعا كل ساعة بالظبط العربية أو بتبقى قطعت 70 كيلو زيادة. يبقى هنا في تناسب طبعا ما بين المسافة المقطوعة والزمن المستغرق بالساعة. وبالتالي ادي النقط بتاعتي اللي بتحدد العلاقة ما بين المسافة المقطوعة والزمن المستغرق. ولو انت خدت خط مستقيم ما بينهم، طبعا انا هوصل هتلاقي خط مستقيم ويمر بنقطة الاصل. دي النقطة دي وهيت، وده معناه ان فعلا زي احنا ما استنتجنا في علاقة ما بين في تناسب ما بين المسافة المقطوعة بالكيلومتر والزمن المستغرق لقطع هذه المسافة بالساعة. نشوف المسألة التانية. نمسح ال الرسم ده. بص، المسافة المقطوعة 80 كيلومتر بعد ساعة. المفروض بعد ساعتين بقى لو في تناسب الراجل ده يقطع 160 كيلومتر. لقيناه او لقينا السيارة دي قطعت 100 كيلومتر فقط. من اولها كده هو مفيش تناسب. وعشان نثبت الموضوع ده هنلاقي طبعا الخط بتاعنا غير منتظم، الخط المستقيم غير الحالة الأولانية اللي هي في الرسم اللي احنا كنا رسمينه في حالة السيارة دي. يعني بعد الساعة قطع 80 كيلومتر، ماشي ادي 80. بعد ساعتين قطع 100، بعد ساعتين قطع 100، خليها كده هنا كده. بعد 3 ساعات قطع 190 تقريبا هنا. 4 ساعات قطع 260، ادي 280، يعني تقريبا في النص. تلاحظ بقى ان النقط اللي عندي ما هياش على استقامة واحدة، وطبعا لا تمر بنقطة، او الخط المستقيم مفيش خط مستقيم بيربط هذه النقط مع بعضها. طبعا ليست على استقامة واحدة، يبقى ليس هناك تناسب ما بين المسافة المقطوعة بالكيلومتر والزمن المستغرق
لهذه المسافة بالنسبة للسيارة دي. وبكده نكون خلصنا درس التناسب طبعا من كتاب المعاصر. الحصة الجاية إن شاء الله هحلكوا تمارين التناسب إن شاء الله. ما تنسوش طبعا، أنا شايف كم واحد ما عملوش اشتراك وما عملوش لايك، ما يصحش كده. وإن شاء الله طبعا هنزل لكم الدرس الجديد في العلوم من كتاب برضو الامتحان. وأي حد عنده أي سؤال أو أي استفسار أو أي مسألة أو أي نقطة عاوزنا نشرحها له تاني يبعتها لي في التعليقات، وأنا هرد له عليها وبسرعة. وما تقلقوش خالص، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.